وشهود عيان كتير شافوا طفل صغير بيلعب بكورة جلد وبيظهر وبيختفي فجأة في الضلمة، وبنت صغيرة بتلعب لعبة استغماية في الممرات المرعبة من المبنى ده، وست بهدوم مقطعة وايديها ملطخة بالدم وبتصرخ وبتطلب النجدة. ومن هنا اتقال عن المكان انه مليان بالرعب والاشباح. في مدينة بيفرلي هيلز الأمريكية هناك مبنى مهجور مكون من 5 أدوار، بس المبنى ده مش مجرد مبنى مهجور والسلام، لا، لأن حوالين المبنى ده أسرار كتير جدا وغموض من العيار التقيل، والعيار كتير من المهتمين بالظواهر الغامضة والماورائيات. وشهود عيان كتير شافوا طفل صغير بيلعب بكورة جلد وبيظهر وبيختفي فجأة في الضلمة، وبنت صغيرة بتلعب لعبة استغماية في الممرات المرعبة من المبنى ده، وست بهدوم مقطعة وايديها ملطخة بالدم وبتصرخ وبتطلب النجدة. ومن هنا اتقال عن المكان انه مليان بالرعب والاشباح. المبنى ده كان زمان عبارة عن مستشفى لعلاج مرض السل. الدكاترة وقتها لقبوا المرض ده بمرض الموت الابيض. ولو ما تعرفش اي حاجة عن المرض ده فخليني اقول لك باختصار ايه هو المرض ده. المرض ده بيجي عن طريق جرثومة بتنتشر في الغدة الليمفاوية ومجرى الدم، والمريض اللي بيتصاب بالمرض ما بيبقاش عارف انه مصاب بالمرض خالص ولا بيحس بيه، لان الجرثومة دي بتعيش في الجسم بشكل ذكي جدا وممكن تفضل في الجسم لفترات طويلة، لكنها بتنشط لما الجهاز المناعي بيكون في حالة ضعف. ولو المريض ما تلحقش في الاول فاكيد هيودي بصاحبه للموت المحتوم. الاطباء زمان وقتها كانوا مفكرين ان علاج المرض ده بانهم بياخدوا المريض ويرتاح راحة تامة ويخلوه يتعرض لأشعة الشمس ويستنشق هواء نقي خالي من اي تلوث. عشان كده بدأوا يعملوا مصحات كتير في المناطق الريفية، لان ما بيكونش في المناطق الريفية اي تلوث. ومصحة بيفرلي هيلز اللي في ولاية كنتاكي بأمريكا كانت واحدة من المصحات دي، واتعملت سنة 1910. كانت في البداية مجرد مصحة صغيرة عبارة عن دورين وفي كل دور 20 سرير، لكن بعد الحرب العالمية الأولى جنود كتير رجعت من الحرب وعندهم مرض السل، وبدأ الوباء ينتشر بشكل كبير في أمريكا كلها، فأعداد المرضى بدأت تزيد في مصحة بيفرلي هيلز بشكل مبالغ فيه. ده غير المستنقعات اللي حوالين القرية الريفية واللي ساعدت على انتشار الوباء أكتر وأكتر. لكن الحكومة وقتها قررت إن هي توسع المصحة دي عشان تستوعب أعداد أكبر من المرضى، وفي سنة 1926 بالفعل بقت مصحة بيفرلي هيلز الجديدة بعد التوسيع من أكبر وأحدث المصحات لعلاج السل، وبقت عبارة عن 5 أدوار وبتستوعب 400 مريض. والحقيقة رغم إن مفيش علاج وقتها لمرض السل إلا إن في عدد من المرضى بقوا كويسين من نفسهم وخرجوا، لكن في مئات غيرهم كانوا بيجوا منتظرين دورهم في العلاج، وبالتالي في مئات من المرضى ماتوا بسبب إن هم ما كانوش لاقيين أماكن في المستشفى وقتها، وطبعا بسبب شراسة المرض وما خدوش أي اهتمام. ده طبعا يرجع للأعداد الكبيرة من المرضى. الحقيقة إن المصحة دي كانت بتتبع كورس علاجي غريب وقاسي جدا. كان الممرضين ياخدوا المريض من على سريره يوميا ولساعات طويلة ويقعدوه قدام شباك كبير مفتوح ويتعرض لأشعة الشمس والهواء النقي، بس في حاجة، بيخلوا صدر المريض مكشوف ومتعرض لأشعة الشمس، لكن الشمس ما كانتش بتفضل موجودة طول السنة، فكان بيجوا عليهم الشتاء كانوا برضو بيعملوا الحركة دي مع المرضى حتى لو كانت بتمطر جليد بره. طبعا درجة الحرارة عندهم كانت ساعات بتنزل لتحت الصفر، وبالتالي المريض ان ما ماتش بالسل هيموت من البرد. تحس كده ان إدارة المستشفى اتخنقت وعاوزة تخلص من المرضى دول، اما ماتوش بالسل يموتوا من البرد. او حاجة تانية ان الممرضين دول كانوا وقتها حافظين مش فاهمين. ده غير الدكاترة بقى اللي كانوا بيعملوا عمليات المرضى عندهم ومن غير اي بنج، كانوا بيشغلوا عقلهم على المريض. كانوا احيانا لما يعملوا له عملية كانوا يوجع المريض ويكسروا له ضلع او 2 من القفص الصدري بتاعه عشان الرئتين بتوعه تكبر وتستوعب اكبر كمية اكسجين ممكنة. طب هم لو ما ماتوش بالسل هيموتوا كمان بالعملية دي، لان كانت بتتعمل من غير بنج، انتوا متخيلين؟ واللي كان بيخف من المرضى
كانوا اهله يستقبلوه قدام المستشفى زي ما احنا بنقول كده بالبلدي بالطبل والزغاريط، ما هو طبعا طلع من المستشفى دي بقى جوه. اما اللي كان بيموت من المرضى كان بينزل في نفق طوله حوالي 150 متر تحت المصحة. نهاية النفق ده كانت بوابة صغيرة، والبوابة دي كانت أسفل التلة لأن المستشفى دي كانت معمولة على تلة عالية. بس أهم حاجة بقى والأطباء كانوا بيراعوها جدا وأنا بحترمهم بصراحة، إنهم كانوا بينبهوا على الممرضين إن اللي يموت ياخدوه من غير ما المرضى التانيين يحسوا وينزلوه النفق ده. لا، منتهى الرحمة. وريتهم كانوا بينزلوه بآدمية، لا ده كانوا بيحطوه برميل ويدحرجوه كده لغاية لما ينزل في نهاية النفق. وبعد كده العاملين الموجودين ياخدوا الجثث الموجودة في نهاية النفق ده وياخدوهم يدفنوهم. ومن كتر ما النفق ده نزل فيه كمية جثث مهولة وصلت ل64 ألف جثة. اكتسب النفق ده سمعة سيئة جدا ومرعبة، واتقال كلام كتير جدا على المصحة دي. الغريبة ان السجلات الحكومية وقتها كانت محصورة على 10,000 جثة بس. طب ازاي؟ لدرجة ان كان في تحقيقات اتعملت على المصحة دي واتقال ان الدكاترة بتعمل تجارب سرية على المرضى الموجودين، وان المستشفى دي بقت متخصصة في الامراض العقلية مش السل وبتعالج المجانين. وكتير من الاشاعات اللي طلعت على المصحة دي اللي في الغالب كانت اشاعات اغلبها حقيقية، لان سنة 1981 اتقفلت المصحة بعد ما اتعرف انهم بيعذبوا المرضى. وبعد ما المصحة دي اتقفلت ظهرت ناس كتيرة بتقول ان هي لها الحق في امتلاك الارضية اللي اتعملت عليها المستشفى، والملاك دول كانوا بيطالبوا ان المستشفى تتهد، لكن القانون في وقتها بيمنع هدم اي مبنى اثري لان المستشفى اتحولت لاكنه مبنى اثري. بعد محاولات كتيرة من الملاك بانهم يستحوذوا على المبنى ده بطريقة شرعية بدأوا يلجؤوا لطرق ومحاولات غير شرعية. ازاي؟ خلوا المشردين يسرقوا محتويات المستشفى ويحفروا خندق في الديرة طبعا حوالين المستشفى عشان يحاولوا يعني ان هم يوقعوه ويخربوا اساسه. ومع كل محاولات التخريب دي اتحول المبنى لمبنى مخيف ومرعب. المشردين اللي كانوا بيروحوا ناحية المبنى ده سواء كان يباتوا فيه او يخربوا فيه كانوا بيحكوا حكايات مرعبة ويفكروا 1000 مرة عشان يخشوا وناموا في المكان ده. سنة 2001 اشترى المبنى ده زوجين وعملوا زيارات سياحية للمبنى لعشاق الماورائيات والخوارق. السياح اللي كانوا بيروحوا زيارة في الوقت ده للمبنى كانوا بيحكم ان هم بيسمعوا اصوات مرعبة ومخيفة جاية من الادوار الخمسة وبتيجي كمان من الممر اللي كانت بتنزله الجثث. ده غير ان الابواب والشبابيك كانت بتتفتح وتتقفل من نفسها، وكان في مصابيح قديمة متعلقة في الممرات بتاعة الادوار كانت بتنور وتطفي من نفسها، على الرغم ان ما كانش فيه كهرباء واصلة للمبنى ده، والكهرباء كانت مقطوعة سنين كتير قوي على المبنى ده. ده غير الرعب اللي كان بيجي من الغرفة 502. يا ترى ايه هي سر الغرفة دي؟ قصة الغرفة دي بترجع لسنة 1928. كانت ساكنة في الغرفة دي ممرضة من الممرضات، فجأة انتحرت والدافع كان مجهول، محدش قدر يعرف هي ليه انتحرت. ولما اكتشفوا الجريمة دي كان عدى على وقت موت البنت دي مدة طويلة شوية، وبعد ما شرحوا الجثة عرفوا ان البنت دي كانت حامل، لكن مين اللي عمل كده محدش يعرف. وللعلم البنت دي ما كانتش اصلا متجوزة. والحكاية بتاعت الغرفة دي بدأت بعد 4 سنين من انتحار البنت دي، لان في ممرضة تانية سكنت الغرفة دي بس هي كمان انتحر. وقالوا ان هي خرجت في يوم من الايام على السطوح بتاع المبنى ورمت نفسها من غير ما اي حد يلمسها، والدافع كان مجهول. وكل اللي كان بيزور المكان ده كانوا بيأكدوا ان هم بيشوفوا واحدة لابسة ابيض داخلة وخارجة من الأوضة دي، ولما كانوا بيجروا ويخشوا وراها ما كانوش بيلاقوا اي حاجة خالص في الأوضة مع انهم شافوها وهي داخلة قدام عينهم. وفي مرة من المرات وهم بيجروا علشان يشوفوا البنت دي راحوا فين وراحوا وراها الأوضة 502 سمعوا صوت بنت بتقول لهم اخرجوا دلوقتي حالا. Get out now. وسمعة المكان بقت تزداد أكتر وأكتر. وفي السنوات الأخيرة دي قالوا إن بقى بيتردد على المكان ده عبدة الشيطان واللي بيدخلوا المبنى ويمارسوا طقوسهم الشيطانية. وسنة 2008 الملاك الجدد اللي محدش يعرفهم لفوا المبنى ده بالكامل بالأسلاك الشائكة وحطوا كاميرات وحراسة مشددة حوالين المبنى بالكامل. بس الغريب ليه كل ده على مبنى مهجور أصلا؟ ليه كل الحراسة دي والكاميرات دي كلها؟ إلا لو كانوا بيعملوا حاجة غلط ومش عايزين اي حد يشوفها ولا يعرفها ولا يكشف سرها. بس دي كانت حكاية
هستنى تعليقاتكم عن الموضوع ده. تفتكروا دول الجماعة اياهم اللي هنتكلم عنهم لسه في الحلقات الجاية ونكشف سرهم؟ واتمنى ما تنسوش الاشتراك وتفعيل زر الجرس لو انتوا بتشوفوني من على اليوتيوب، ولو بتشوفوني من على الفيسبوك يشرفني متابعتكم، وطبعا اللايك الجميل. وكالعادة بونا زيوا. سلام.